وهذا فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على لباس بوجلود. ليلى، اش من لباس غتهضري عليه وانت اصلا ما عارفاش؟ بصح انا ما عارفاش كيفاش كيتلبس بوجلود، ولكن بلاتي غادي نديروا الاستعانه بصديق. لهذا الغرض تواصلت مع الاخ محمد قارون باعتباره مشارك في مهرجان بوجلود هذه السنه هذه، وهذا كان الجواب ديالو. صافي بدا يسخر على صافي على مولانا. دابا مزيان، اليوم غادي نعرفوا على لباس بوجلود، كيفاش كيلبس بوجلود، كيفاش كيوجدوا، كيفاش كيلبسوا، كيفاش كيقادوا. كاع هاد الاسئله اللي في بالكم اليوم غادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو. يلا هو معنا. اول مرحله الذبح وجمع الجلود. الرحله كتبدا في جمع الجلود في عيد الاضحى خصوصا، فين كتذبح الاضحيه. كيتجمع الجلد مباشره من عند الذبح، وكيبدا حساب الوقت باش الجلد ما يخسرش. يعني الدراري اللي كيلبسوا راه كيكونوا تحت الضغط في هذه المرحله هذه. معلومه على السريع، في المغرب كيتذبغ كل عام ما يناهز 300 الف جلده، معظمهم من الاغنام والماعز اللي كتذبح بحال هذه المناسبات هادو. وهاد الجلود كتجمع من مختلف مناطق البلاد، خاصه في سوس اللي عندها تقليد عريق في صناعه الجلود. من بعد ما كيتجمع الجلد كيتنتقل لورشة الضبغ او البحر، كيتغسل مزيان بالماء بارد باش يتنقى من الدم والشحوم، وكيبداو يضربوه بمطرقه خشبيه ولا مع الحجر باش يخرجوا منه الشحوم ويبسطوه. هاد العمليه ضروريه باش الجلد يكون نقي وقوي، وكتخدم يدويا في معظم الورش التقليديه. من بعد ما كيتغسل وكيتضرب الجلد خصو يتغطى بالملح والشطه، وكيتنشر تحت الشمس من الصباح. هادشي اللي كيحافظ عليه من التعفن. هذه الطريقه هذه راه قديمه بزاف وعتيقه، كتستعمل من قرون وكتعطي للجلد ثبات وجوده عاليه. بغيت نقول وباش الجلد ما يبقاش قاصح كيديروا ليه خليط من الدقيق والملح مع الماء، وكيغطيو بهذا الخليط هذا. هاد الوصفه التقليديه كتخلي الجلد رطب ومرن، وفي منطقه سوس كاين اكثر من 70% من الحرفيين اللي كيعتمدوا هاد الطريقه هذه. كتجي المرحله ديال التفصيل والخياطه. الجلد دابا مزيان، الجلد دابا راه مزيان، كيتقطع وكيتفصل على حسب التصميم. هاد العمليه كتكون يدويا وكتطلب بزاف ديال الدقه والمهاره باش يكون اللباس متين وجميل. والخياطه كتاخذ ساعات طويله، واحيانا كتوصل لعشرات الساعات متواصله. المرحله النهائيه هذه كتكون قبل من المهرجان بشي سويعات، كيكون التجهيز النهائي واللبس. في المرحله الاخيره كيتجهز اللباس، وكيبدا المشاركين في مهرجان بوجلود يلبسوه. المهرجان كيستقطب الاف الناس سنويا، واللباس كيحكي تاريخ وحضاره. مهرجان بوجلود راه هو تراث حي كتتعاش فيه قصص سوس الاصيله. بلاتي نقول لكم، سواء في البارت الاولى ولا البارت الثانيه انا هضرت على بوجلود وتلقيت بزاف ديال الانتقادات. خصكم تعرفوا انني انا كبنت هاد المنطقه هادي، هاد الشيء هذا اللي كنشوفوه هنا وهنا لا يمثلنا. هاد الشيء هذا راه ما داخلش في اطار مهرجان بوجلود، وما كنعرفوش وما عرفناش اصلا منين جا. هاد الظواهر هاد هما ظواهر داخله على المجتمع ديالنا، وهذا الشيء هذا كيشجع على المثليه وكيشجع على بزاف ديال الامور اللي خاص المشاركين اللي كيلبسوا هذا اللباس يردوا ليها البال. ما عرفتش انايا ما فهمتش. شفتي فيديوهات والله العظيم الا بالنسبه لاغرب العادات اللي كانوا في بوجلود ولكن ما بقاوش هو الباروك. الناس اولا العائلات كانوا كيخرجوا اي واحد مريض عندهم لبوجلود باش كيضربهم، كيعتبروا ان هاد الحركه هذه ولا هاد الطقس هذا كيجيب الشفاء والبركه. حاجه اخرى قالتها لي صراحه الوالده ديالي، ما عرفتش واش هذه كاينه بصح ولا لا. اكيد كاينه، بما انها ماما قالتها لي راه كاينه. كانوا الأمان ماما قولي لي اشنو ديك العاده اللي قلتي لي كنتو كديروا في الصباح ديال العيد؟ اشنو ديك العاده اللي كنتو كديروا في الصباح ديال العيد باش ما يتهرسوش الأمان؟ كنتي قلتي لي داك النهار بلي من اغرب العادات اللي كيكونوا في بوجلود هما كتجمعوا الأمان باش ما يتهرسوش، ولا ما عرفتش كيفاش.
هذا هو اللي سميتو هذا هو اللي سميتو نكرات نظريه. ما عقلتش الصراحه، يمكن قالت لي شي حاجه وانا نسيتها، ولكن هي دابا كتاكد لي ان هذه القضيه ديال انه كيطابروا الى البوجلود ضرب شي حد مريض كيتشافى، فهذه كانت بزاف، ولكن دابا ما بقاتش. كل لحظة فرح وحماس في بوجلود كيبين التاريخ والحرفية، وناس كيحافظوا على تراث سوس. هذه هي القصة الحقيقية ديال الجلد واللباس اللي كيعطي المهرجان روح وأصالة. إلا عجبكم الفيديو عفاك ما تنساوش تخليو لي لايك، كومونتير، اشتراك إلا ما كنتوش مشتركين في القناة. نتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.